أنا اسمي خالد جواد، عندي 27 سنة وبعمل فيديوز على السوشيال ميديا كده. وانا صغير كنت طفل هايبر جدا، زائد دوت ان انا بقعد اقلد صوت الفويس اوفرز بتاعت الاعلانات وحافظها كلها تماما. كل الاطفال كانت بتسجل، يعني مامتهم كانت بتسجل لهم الشرايط زمان بقى في التسعينات بقى والكلام دوت، شرايط الفيديو عليها بقى كرتون وحاجات كده. انا كنت ماما بتسجل لي الاعلانات. دلوقتي والأول مرة في مصر اتصل ب 0900 0900 ممكن تكسب عربية أو طبق مهلبية يا حلولي. انا اتخرجت من كليه حقوق، دلوقتي بشتغل كاتب ساخر، غير ان انا بشتغل فويس اوفر ارتست للاعلانات وللبرامج وللاغاني. دانزل واشنطن في ذا ايكولايزر. كنت مره ماشي بالعربيه، طلعت الموبايل بتاعي كنت عايز اخد سيلفي، فلقيت نفسي فاتح الفيديو فقلت اقول اي حاجه. ولا عبد الله لقيته جاب فيوز كتير قوي على الفيسبوك، 50,000 فيو. فانا اتخضيت، يعني انا ما كنتش، يعني عمري ما نزلت حاجه على الفيسبوك بقى او فيديو وعملت حاجه كده. وابتديت ان انا اعمل فيديوز لغايه الفيديو بتاع 12 كيس مكرونه. 12 كيس مكرونه، هو كيس لما يبقى يخلص نبقى نجيب تاني. كنت عند الحلاق فلقيت مراتي بتتصل بيا بتقول لي حبيبي انا عايزه حاجات من البيت. قلت طب ما اعمل فيديو عن طلبات البيت. حطيت الفيديو الساعه 6 بالليل، دخلت نمت، صحيت الساعه 9 لقيته عامل 150,000 فيو. على الساعه 1 بالليل لقيته عامل 500,000 فيو. بعد 3 ايام لقيته عامل 1.5 مليون فيو. اما نزلت الشارع لقيت الناس عارفاني وبتسلم عليا وبتصوروا معايا، وانا مش متعود على كده خالص. يعني اول واحد جه يسلم عليا فقلت له انا مين؟ يعني انت تعرفني؟ فقال لي حضرتك بتاع المكرونه وبتاع. قلت له اهلا وسهلا بقى، وفرحت، انا اللي كنت عايز اصور معايا اصلا. اهلا يا حاج ام محمد، ربنا يخليكي، انت اللي منوره الدنيا. جت الفكره بتاعت الفيديوز من السواقه، ان انا بسوق لوقت طويل جدا طول اليوم عشان بعمل كذا حاجه فبزهق، يعني فلازم اعمل اي حاجه، فاما بكتب يا اما بعمل فيديو. انا كنت فيديو هتسف عليا برضه، انا أكيد. الضحيه في الاخر. ما انت تقولي لي بقى لما تيجي نعمل فيديو انا وانتي. اول واحده باخد رايها في الفيديوز على طول وبجري عليها بعد ما بعمل اول فيديو هي ميه طبعا، عشان ايه؟ هي اكتر واحده بيتسف عليها في الفيديوهات. يعني انا بتكلم على طول في الفيديوهات على مراتي وان هي معذباني وان هي بتطلب طلبات وحاجات كده. الفولورز عندي من التينز لسن التلاتينز، عشان الكلام بسيط وسهل فبيوصل بسرعه. في معجبات طبعا على الفيسبوك كتير جدا 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 جدا. بلاقي بقى يعني معظم الحاجات بقى انت متجوز، انت كيوت قوي، انت امور قوي. فيا جماعه انا يعني انا تخين واقرع يعني دي اوحش حاجه ممكن تشوفيها في حياتك. كتير جدا 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 الاقي دماغي قفلت والدنيا قفلت خالص، ما بقاش عارف افكر، مفيش حرف عايز يطلع، تلاقيني قاعد في، انا متنح في السقف بس. فهو ده الحته اللي ما بعرفش اكتب فيها. انا قعدت 3 شهور في البيت وانا طبعا متجوز ومخلف. دماغي كانت مقفوله خالص تماما، ما جاليش شغل خالص في الفتره ديت. ده عمل لي مشكله معنويه وماديه. اكتر انسانه وقفت جنبي مراتي طبعا. الحمد لله بعد الفتره ديت لقيت ان في كميه شغل مهول جه مره واحده، يعني مش عارف ازاي. ما بقتش ملاحق اصلا على حاجات، يعني وفي حاجات كنت برفضها لان انا ما عنديش وقت. رجعت تاني عادي شخص طبيعي. طبعا اي حد ممكن يعمل فيديوز على الفيسبوك، دي حاجه سهله جدا، بس الكلام، هي الفكره كلها في الكلام، الكونتنت اللي انت هتقوله للناس لازم حاجه تلمسهم. فهي دي الحاجه اللي بتوصل على طول للناس. دلوقتي مفيش حد بيتفرج على التي في، كله سوشيال ميديا وكله فيسبوك. عشان كده انا بحاول ان انا اكونتاكت مع الناس على الفيسبوك باكبر شكل ممكن، ولازم ان انا اطور شويه من حته الفيديوز. انا شايف دوت كل ما يكون في تيم وفي ناس كتيره بتفكر وبتبدع، ده بيطلع اكيد حاجه احلى.